عشان تفهم حياتك وتتحمد الله على النعمة الذي أنت فيها، ضروري أن تزور 3 أماكن: المستشفى والسجن والمقبرة أو القبور. إذا رحت المستشفى عشان تشوف أمراض وتتحمد الله على الصحة الذي وهبها لك. فيه ناس فيهم مرض مزمن، في ناس معوقين، في ناس مشلولين، في ناس بدون أيدات ورجيل، في ناس عميان، وتحمد الله على النعمة الذي جابها لك الله. وكذلك السجون، تشوف ناس مساجين ظلم وناس مساجين في قضايا مؤبد، وتقول اللهم لك الحمد على الحرية، لأن الحرية لا تقدر بثمن. وكذلك عند زيارتك القبور تفكر وتيقن أن الحياة يعني ما تساوي شيء، في أي لحظة شات تموت. فحاول أن تستغل حياتك وأنت عايش بالصلاة، بذكر الله، بالدعاء، بطاعة الوالدين، بصلة الأرحام. استغلها وأنت عايش، ما تدري وين أنت غدا. هذه ال3 الأماكن تجعلك تحب الحياة وتعرف النعمة الذي أنت فيها، فحاول أن تستغلها. المهم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.